زاد طفل بسيط من عائلة فقيرة، انطلق من الصفر ومن تحت الصفر. بدا حياتو تيبيع البيض، كان تيضرب مسافة طويلة على رجليه من الدوار اللي تيجمع فيه البيض وتيعاود فيه البيع في السوق. من بعد غادي يتحول لأكبر المقاولين في المغرب، بل من أغنى الأغنياء. هذا الراجل هو عمر التيسير، المعروف بنص بلاصة. تزاد في منطقة تمانار اللي كاينة في الحاضرة ديال حاحة، بالضبط في طريق السويرة أكادير. في سن 12 سنة دفعاتو الظروف باش يساعد العائلة ديالو. هاد الشي غادي يخليه يفكر في واحد الأسلوب ديال التجارة. كانوا العيالات في داك الدوار مربين الدجاج، وكانوا تياخدوا البيض ديالو تيديوه للسوق يبيعوه. عمر نص بلاصة قال لهم انا غادي نجمع عندكم البيض ونديه نبيعو لكم في السوق وناخد البورسونتاج ديالي حلالا طيبا. بالفعل العيالات تقوا به، حيت السي عمر كان اغارس وكانت هذه هي البداية ديالو في انشاء مقاولة. شنو هي هاد المقاولة؟ هي واحد الشركة فرنسية خدات واحد العقدة باش تربط الطريق ديال منطقة تمانار اللي ساكن فيها السي عمر في اتجاه مدينة أكادير. هاد الشركة غادي تحتاج الحجر باش تبني ديك الطريق، باش تخلطها مع المواد ديال السيمة والرملة. السي عمر غادي تطيح عليه واحد الفكرة ذكية، غادي يجمع الشباب ديال الدوار وغادي يقول لهم كل واحد يشري مطرقة وهرسوا الحجر، وانا غادي نشريه من عندكم بحال العطاشة، بحال داك الشي ديال الاشغال الشاقة، ولكن بواحد الراتب. هو كان تيشد داك الحجر وكان تيبيعو لديك الشركة الفرنسية. هاد الشي غادي يثير الانتباه ديال واحد المهندس فرنسي، وغادي يطلب من السي عمر التيسير يخدم معاهم، ولكن غادي يرفض. هاد الشي غادي يبين بلي السي عمر كانت عنده روح المقاولة. من صغرو ما بغاش يخدم عند شي حد ويكون اجير، ما بغاش شي واحد يتحكم فيه، بغا يكون حر ديال راسو. من بعد هاد راس المال اللي غادي يجمع من تجارة البيض وبيع الحجارة غادي يشري واحد الكاميو، وغادي يولي يخدم مع مقاولات البناء الكبيرة. واحد النهار سنة 1960 غادي يجي الزلزال ديال أكادير اللي غادي يدمر المدينة كاملة بمقياس 6.7 على مقياس ريشتر. السي عمر التيسير او نص بلاصة غادي يسخر هاد الكاميو بالمعدات ديالو، وغادي يخدم تحت الاشراف ديال الجنرال ادريس بن عمر اللي كان عامل ديال مدينة أكادير في ديك الوقيته. السي عمر التيسير كان خدام في واحد الجرافة تحيد الحجر، والكاميو ديالو كان تيستعملو في نقل الغذاء والمساعدات للضحايا. السي عمر خدم في العمل الإنساني وفي تجريب الحجارة ديال الزلزال، ولكن منين جات الفرصة ديال إعادة بناء مدينة أكادير السي عمر غادي يكون من بين الناس اللي استفدوا من العقود ديال إعادة بناء المدينة. السي عمر التيسير غادي يستفد من هذه الفرصة وغادي يدير أموال طائلة، حيث كان خدام مع الحكومة والجيش. هذيك الوقيته كان فيها محمد الخامس اللي غادي يموت سنة 1961. من بعد غادي يجي الملك الحسن الثاني اللي غادي يعجبو العمل والتفاني والإخلاص ديال عمر التيسير، وغادي يبدا يوصي عليه باش تفوت ليه العقود والمشاريع ديال الحكومة المغربية، خصوصا أن المغرب يلا خرج من الاستعمار وجاء الاستقلال. وغادي يبدا البناء في المغرب ديال القناطر، السدود، طرق، بناء السكك الحديدية. هاد المشاريع كلها كانت يخصها رجال من بينهم عمر التيسير. وكذلك خدا عقود مع مكاتب مغربية بحال المكتب الشريف للفوسفات، مكتب السكك الحديدية، مكتب الماء الصالح للشرب، اللي كان خصهم كلهم يبنيو عمارات ومقاولات. عمر نص بلاصة كان تياخد هاد العقود وتيقوم بالعمل ديالو بتفاني وإخلاص. الملك الحسن الثاني غادي يثيق في عمر التيسير أكثر، غادي يعطيه عقود خارج المغرب، بناء مسجد في دكار عاصمة السنغال، بنى كذلك مسجد في كوناكري العاصمة ديال غينيا، وبنى كذلك
مسجد في ليبروفيل. هاد المساجد كلها اللي بناها في إفريقيا كانت بسواعد مغربية بحرفيين مغاربة، منهم القباصة، النجارة، السواقة، الشليجية. طريقة البناء كانت بأسلوب مغربي تقليدي. كذلك عمر التيسير كان من الأوائل اللي خدم عنده الصينيين، وهما اللي جاب باش يبنيو المركب ديال مولاي عبد الله في مدينة الرباط. كذلك كان من الأوائل اللي خدم عنده الطلبة المغاربة اللي تيتخرجوا من دراسات الطرق والقناطير في مدينة باريس الفرنسية، اللي كانت من أكبر المدارس اللي تتخرج المهندسين في العالم. عمر التيسير كان تيخلصهم مزيان وكان تيشد المشاريع بزاف، كان عملاق في البناء. عمر التيسير هو اللي بنى ديك الطريق الوطنية ديال مراكش أكادير، واخا الدولة كانت تعطل عليه الخلاص ديالو احيانا شهور، حتى بعد التدشين ديال المشاريع. هادشي اللي كان يعاني منه السي عمر التيسير من الجهات المسؤولة. اشنا هو السر علاش غادي يتسمى نص بلاصة؟ هاد اللقب غادي يطلقوا عليه الشيافر والكريسونات ديال الكيران، حيت كان صغير في السن وصغير حتى في الحجم ديالو. كان تيطلع السي عمر للكار وتيجلس في نص بلاصة وتيقول للكريسون انا صغير غادي نخلص غير نص بلاصة. كان تيشوف شي حد طالع للكار تيقول ليه اش كيد اش شريف جلس حدايا، انت خلص نص بلاصة وانا نص بلاصة. هادشي اللي غادي يخلي السي عمر التيسير يتعرف عند مالين الكيران والكريسونات بنص بلاصة. ابريل سنة 1979 غادي توقع واحد الحادثة أليمة وحزينة جدا. عمر التيسير غادي يكون طالع للمكتب ديالو، غادي تلوى ليه رجليه وغادي يزلق في الدروج، غادي يطيح على راسو. الضربة كانت خطيرة، غادي يوقع عليه نزيف داخلي في الراس. غادي يتم النقل ديالو لواحد الكلينيك في مدينة الدار البيضاء. من بعد غادي تسوء الحالة ديالو وغادي يديوه في طائرة خاصة لواحد المستشفى في مدينة مارسيل. غادي يديروا ليه عملية وغادي يبقى في الكوما 20 يوم. 26 ماي 1979 غادي يموت عمر التيسير، هاد الإنسان اللي بدا من تحت الصفر، من بائع للبيض في الأسواق، غادي يسر ليه الله تعالى وغادي يحل ليه الأبواب. مشوار ال1000 ميل كان تيبدا بالخطوة الأولى. هكذا غادي تكون النهاية ديال القصة ديالنا. إلى اللقاء في قصة أخرى. كان معكم موس.